ليه؟ لان دي اللغة احنا اللي بنتواصل فيها وبنتعارف بيها على بعض. فاذا كانت لغة التواصل بها غموض، فإن تعارفنا وتواصل الأفكار بيننا وبين الآخرين بيكون بها أيضا غموض. أشهر من تلاعبوا باللغة وبأخطاء اللغة هم السوفسطائيين أو جماعة السوفسطائيين اللي استغلوا قدرتهم على التلاعب بالألفاظ وإثبات الباطل حق والحق باطل. يبقى ده الجانب الثالث أو الخطأ الثالث اللي حذر بيه بيكون، وهي أوهام السوق. رابع خطأ أو رابع وهم عند بيكون قال اللي هي أوهام المسرح. ما هو المقصود بأوهام المسرح؟ في النقطة ديت كان بيكون بيوجه النقد